أهلا بيكم في المحاضرة الرابعة، وفي المحاضرة دي بإذن الله هنشرح هيكل برنامج السي بلس بلس عشان إن شاء الله في الوحدة اللي جاية لما نبتدي نكتب كود تبقى فاهم كل حاجة معناها إيه. خلينا كده نبتدي ونقول بسم الله. ربنا يعدي الكريب ده على خير. ايه الجهاز ده؟ في البداية ده الشكل بتاع الكود أو أي كود هتيجي تكتبه لازم يكون موجود في المنظر أو الهيئة اللي أنت شايفها دي. في البداية أنت عندك حاجة اسمها هاشتاج انكلود. هاشتاج انكلود دي معناها إيه؟ لو فاكر احنا تقريبا في المحاضرة التانية كنا شرحنا حاجة اسمها البري بروسيسور، وقلنا ان البري بروسيسور دي هي اللي بتروح تجيب محتوى ملف تاني. يعني انا في اشخاص عملوا حاجة اسمها مكتبة وحطوا فيها مجموعة من الاكواد، فاحنا لما بنحتاج كود منهم بنروح نستدعي المكتبة دي او بنروح للمكتبة دي ناخد منها الكود. عشان نستدعي المكتبة دي بنستعمل الامر بتاع include. بعديها او بعد ما استدعينا المكتبة طبعا لو احنا في دماغنا مكتبة معينة بنروح نكتب ما بين علامة اكبر من واصغر من اسم المكتبة. طيب في مكتبة عندنا اساسية اسمها الاي او ستريم. المكتبة دي خاصة بعمليات الادخال والاخراج. يعني انا لو عايز اكتب نص للكمبيوتر او عايز اطبع نص على الشاشة، فالمكتبة دي بيبقى فيها الاوامر زي السي اوت والسي ان، والحاجات دي هناخدها قدام باذن الله. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا الهاشتاج انكلود ده امر استدعاء. بيستدعي ايه؟ بيستدعي مكتبة، والمكتبة دي بيبقى جواها مجموعة من الاكواد واحنا بناخد الكود اللي احنا عايزينه. طيب لو نزلنا تحت شوية فعندنا حاجة اسمها using namespace std. والusing namespace std بتختصر علينا ان احنا نكتب std قبل الكود بتاعنا. دي حاجة مش عايزك تشغل بالك بيها، بس خليك عارف انها بتبقى موجودة، ولما ان شاء الله نبتدي نكتب كود هبقى اوريك الفرق ما بينها يعني انت تقدر ان انت تشيلها ومش هيبقى فيه ازمة معاك والبرنامج هيشتغل. بس عشان يشتغل لازم تيجي مثلا قبل امر زي السي اوت ده تكتب std، فهي بتختصر عليك وبتحذف لك او بتكتبها عنك بشكل تلقائي. std كولون كولون بتكتبها عنك بشكل تلقائي. طيب ننزل تحت شوية وعندنا حاجة اسمها الانت مين او انتجر مين. الانتجر مين دي هي الفانكشن الأساسية اللي جواها بيشتغل أي كود. الانت مين والقوسين دولت دي الدالة الرئيسية اللي موجودة في برنامج السي بلس بلس. دي بتبقى ثابتة، ما ينفعش ان انت تشيلها. وخد بالك لان انا باخد بالي ان في ناس ممكن يعني تدمج الانتجر مين في بعض. لا، انت بتحط الانت لوحديها وبعدين مين وجنبيها قوسين بالمنظر ده. طب لو خدت بالك بعديها في حاجة او في كيرل براكت مفتوحة بالمنظر ده، الكود اللي بيبقى موجود جوه الكيرل براكت ده هو اللي بيشتغل. يعني من هنا لحد هنا اي كود موجود في النص هو اللي بيشتغل. طب لو انا جيت شلت القفلة بتاعتها هتلاقي ان الكود ما اشتغلش وظهر خطأ عندك. طب لو شلت هنا برضو اللي في البداية برضو الكود مش هيشتغل، فلازم يبقى ليها فتحة وليها قفلة، والكود اللي جواهم هو اللي بيشتغل بس. طب لو نزلنا بقى تحت شوية كده هتلاقي عندك حاجة اسمها return zero. return zero دي معناها ان البرنامج انتهى بنجاح، تمام، البرنامج اتقفل. طب لو رجعت اي نتيجة غير زيرو، يعني رجع return واحد، فهتلاقي ان البرنامج ظهر ان في خطأ او في مشكلة. ده باختصار. ولحظة كده في حاجة أخيرة وهي السيمي كولون، اللي هي النقطة اللي بتبقى في آخر الكود فاصلة وعليها نقطة، دي اسمها السيمي كولون. ما ينفعش تقول فاصلة وعليها نقطة. السيمي كولون دي معناها ان انا خلاص كده انا خلصت السطر اللي انا شغال فيه. لو انا نسيت احط برضو السيمي كولون حتى لو انا كاتب الكود صح هيظهر لي خطأ في الكومبايلر. عشان كده لما تخلص اي كود لازم تحط السيمي كولون دي في الاخر. وبرضو الهاشتاج يعني علامة اسمه ايه ده، علامة السلاش سلاش دي معناها ان انت بتكتب كومنت. يعني اي حاجة موجودة بعد السلاش سلاش هي الكمبيوتر ما بيقراهاش او الكومبايلر ما بيقراهاش، هو بينفذ بس الكود ده، لكن دي مش بينفذها، هو بيعديها كده
كأنها مش موجودة. طب ايه لازمتها؟ لازمتها ان انا لو كاتب كود كبير وحابب اعرف حاجة معينة جوه الكود ده، فبستعمل الكومنت، ودي اسمها كومنت او تعليق. بستعملها عشان ان انا اوضح مثلا لو انا جيت بعد كده ان حابب اعرف انا كنت بعمل ايه، فابقى موضح لنفسي ان الجزئية دي عشان تعمل واحد اتنين تلاتة. بس كده. المحاضرة دي خلصت. أشوفكم إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية. السلام عليكم.